السلام عليكم، مرحبا بجميع متتبعي قناة كوكويت ديجا. نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم اول درس في لي بتي فور. هنا عندي 4 ديال الاشكال. عندنا كوكيز براونيز، كذلك عندنا صابلي اورليون بالكركاع، عندنا كونجلي بالكوكو، وكذلك عندنا نوغا دوبل بالجنجلان. هاد التشكيله ديال هاد البلاطو اللي كتجي روعه، كتجي لذيذه بزاف. نتمنى ان شاء الله تجربوها وتعجبكم، ونخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير اللي غنحتاج في الكوكيز، غنحتاجو بيضه، 65 غرام سكر سنيده، 110 غرام ديال الشوكولاط الاسود اللي غندوبوه مع 30 غرام ديال الزبده. غادي نحتاجو 100 غرام ديال الدقيق مع 5 غرام خميره ديال الحلويات مع قبصه ديال الملح. اول حاجه غنطربو السنيده مع البيضه، نضيفو ليه واحد القبصه ديال الملح. نذوب الزبده والشكلاط، ما يكونوش سخان، يعني غير يذوبوا شويه بلا ما يسخنوا، ونضيفوهم للخليط ديال البيض. وغنضيف ضفت الدقيق. هنا ضفت الدقيق والخميره وخلطت مزيان. كيسحب لي كنصور، انا راني سديت. المهم زدت الدقيق وزدت الخميره وخلطت مزيان. وهنا غادي نعمر البوش. ديجا راه الفران كيسخن، سخنوا على درجه حراره 180. انا هنا درتهم في هذه الحصيره السيليكون الخاصه بلي ماكارون. ممكن انكم ديروهم في الطاوه نيشان، تفرشوا ليهم غير داك الورق ديال الطبخ صافي، وتحطوهم غير يكونوا متساويين هكا. حاولوا تحيدوا الهواء من البوش قبل ما تبداو تبوشيو، باش كيجيوكم قادين و ما كيضيعش لكم البوشاج. هنا انا درت لهم لي بيبيت دو الشوكولا. من الاحسن ديروا نوعيه اللي تكون مزيانه باش تعطيكم نتيجه زوينه. صافي غنبقى مستمره هكذا حتى غنكملهم، وغندخلهم يطيبوا على درجه حراره 180 واحد 10 ديال الدقائق. اللي هو اورليون بالكركاع، غادي نحتاجوا ليه 75 غرام ديال الزبده، غنرملوها مع 30 غرام ديال السكر كلاصي. انا هنايا درت غير النصف ديال المقادير، ممكن تدوبلوا المقادير. بالنسبه للبيضه قسمتها على جوج، غتجي فيها غير 15 غرام. كنديروا شويه د الملح وفاني، انا ضفتهم هنايا مع البيض. ونضيف الدقيق. كتبقى هكذا خفيفه. وغنضيف ليها الكركاع. ضفت عليه هكذا الكركاع اللي جمعته اللي هرستو هكذا غير بين يديا صافي، وغادي نجمعها.
غادي نحاولوا نسرحوه. هنا درت واحد البلاستيك وغادي نفرغ هذا الخليط اللي حصلت عليه. وهنا غطيتها بالبلاستيكه وسرحتها هكذا غير بيدي. بغيتو تسرحوها بالدلاك سرحوها، بما ان هي كتجي رطبه يعني وعطيكم الطوع. كنحاول نسرحها هكذا مزيان وغندخلها للكونجيلاتور خليوها تبقى غليظه شويه. بالنسبه هنا غنخدموا كونجولي كوكو. كنحتاجوا ليها 83 غرام ديال بياض البيض اللي غنطربهم مع 30 غرام ديال السكر سنيده. وهنا في هذا البول درت هنايا 15 غرام ديال بودر ديال اللوز. كذلك درت هنايا 63 غرام ديال سكر كلاصي و83 غرام ديال الكوك مطحون. وغنحتاجوا واحد 25 غرام ديال اللوز اللي حمرته، وغادي هكذا نكونكاسيه غير بالدلاك. غنحتاجوه للتزيين. اول حاجه غنطرب البيض مع السكر. هنا كنحاولوا نطربوا ديك بياض البيض حتى كيطلع مزيان وكيعطينا داك لو بيك دو غازو. صافي وغادي نضيف عليه الخليط ديال الكوك مع اللوز والسكر اللي كنخلطهم مزيان، وكنديرهم على 2 مرحلات ولا 3. كنخلطهم هكذا من التحت للفوق بالماريز. وغادي نجيب واحد الاطار اللي فيه 18 على 26. بما انني انا درت غير النصف ديال المقادير، غادي نسرح هذا المقدار اللي عندي في هذا الاطار وغادي نحاول نقسمه على 2. نتوما الا درتو الدوبل ديال هاد المقادير خذوا 2 ديال لي سيركل، يعني واحد سرحوه هكذا وخليوه سامبل، والاخر سرحوه وديروا له اللوز اللي غادي تهرمشوه شويه هكذا غير بالدلاك. انا هنا غادي هاد الاطار اللي سرحت فيه غنقسم هاد الخليط على 2. واحد طريف غندير فيه هكذا اللوز، والطرف الاخر غادي نخليه عادي. وغندخل هاد الطاوه الطيب تقريبا على درجه حراره 180 من 12 حتى ل 15 دقيقه. بالنسبه لهاد الصابلي اورليون خرجته من الكونجيلاتور وغنستعمل هاد القطاعه المربعه. نتوما ممكن غير تقطعوه هكذا غير بالموس دي موتيف ولا ديروا اي قطاعه بغيتو. في الاول انا خدمت بلا دقيق عذبني شويه حيت كيكون رطب. في التالي وليت كنغطس ديك المريشم هكا في الدقيق وكنقطع كيتقطع بسهوله. كنديروه في واحد اللاطه وكندهنوه بصفار ديال البيض وكندخلوه يطيب على درجه حراره 160 تقريبا واحد 15 دقيقه. بالنسبه لهاد الكونجولي دو كوكو ملي خرجتها من الفران غادي نحاول نديمو ليها من بعد ما تبرد غير شي شويه. نديمو ليها وغادي نقطعها من النصف. هنا خديت 50 غرام ديال الشوكولا نواغيش وضفت عليها 50 غرام ديال الكريمه السائله اللي غليتها مزيان وفرغت عليها وغندوبهم. وهذا هو الكاناش اللي غادي نستعملو لهذا الكونجلي. هنا راه عبرت 13 بما ان هذا فيه 26 عبرت 13 وغادي نقطع. بالنسبه هنا من بعد ما برد هذاك الكاناج قلبت هذاك الجهه اللي ما فيهاش اللوز من الفوق على الظهر ديالها، سرحت الكاناج وغادي نحط فوق منها هاد الجهه اللي فيها اللوز. غنضغط عليها مزيان وغندخلها للكونجيلاتور حتى كتجمع راسها، عاد غنخرجوها ونقسموها. وبالنسبه لهنا النوغا دوبل بالزنجلان استعملت هنا 50 غرام ديال السنيده مع 50 غرام ديال الجليكوز مع 30 غرام ديال الزبده مع 5 غرام ديال الماء. وغادي نديوها يعني حتى تغلى فوق البوطه وتذوب مزيان، يذوب
هاد السكر مع الجليكوز وتنسجم الزبده معاهم، وعاد غنضيف ليهم الزنجلان الابيض. هنا 63 غرام ديال الزنجلان الابيض. هنا كنوضعوا الكسروله فوق البوطه حتى كينسجم داك الزبده مع الجليكوز مع السكر وكيذوب تماما. كنضيفوا هنا الزنجلان صافي، وكنبقى نحركو هكذا حتى كيشرب ليا الزنجلان ديك الزبده صافي، وكنحيدو من فوق النار صافي. هنا هي واجده. كنجيب واحد السيليكون هكذا دائري وكنبدا نعمر. هنا كناخذ غير بمعلقه صغيره، يعني ما نعمروش السيليكون بزاف باش ما تفيضش لينا النوغا في الفران. هاد السيليكون الرقم ديالو هو SF013. كنبقى مستمره هكذا حتى كنعمر هاد السيليكون كامل وكندخلو يطيب في الفران على درجه حراره 180 تقريبا من 12 حتى ل 15 دقيقه. بالنسبه لهنا الكناش اللي غنستعملو النوغا، عندي هنايا 60 غرام ديال الشوكولا غيش بيضاء، وعندي 20 غرام ديال الكريمه السائله اللي غادي نسخنها مزيان وغنفرغ عليها وغندوبها. هنا صافي مني ذوبت هاد الشوكولا انا غنزيد عليها شويه ديال الفاني بودر، ممكن تضيفوا ليها اي نسمه بغيتو، تضيفوا ليها القرفه. انا ضفت ليها فاني بودر ونحركها مزيان حتى تذوب تماما. نخليوها تبرد واحد شويه ونعمروا بها النوغا. هنا ملي تحمرات النوغا وخرجتها ما تخليوهاش تحمر بزاف باش ما تعطيش ديك المروره، يعني غير تحمر شويه هكايا وتشد في راسها صافي كتخرجوها. هنا كنبدا نعمرها بديك الكناش ديال الشوكولا على هاد الشكل حتى نكمل هاد الدوائر كاملين. بالنسبه بغيتو تخليوهم على هاد الشكل غتخليوهم، بالنسبه لبغيتو تزينوهم هكذا بهاد البابيون غتاخدوا هاد الشكل ديال السيليكون، كناخدوا الباط داموند وكنديروا بها هاد البابيون وكنزينوا بها على هاد الشكل. وبالنسبه لهاد الكونجلي كنقاد ليها الجنيبات ديالها هكذا مزيان وكنحاول نقسمها. هنا انا قسمتها تقريبا على 4 ديال الاجزاء وغنديرها هكذا كاري. وهذه هي النتيجه ديال هاد لي بتي فور. كيجيو على هاد الشكل، كيجي بلاطو راقي وبريستيج، وكذلك الاشكال كتجيو لذيذه بزاف. هاد الصابلي اورليون بالكركاع كيجي هشيش بزاف ولذيذ، كذلك الكوكيز مع الكونجلي مع النوغا، اشكال اللي هي رائعه. نتمنى ان شاء الله يعجبكم هاد الشكيلات، ونخليكم ان شاء الله في فيديو قادم مع دي بتي فور اخرين. وإلا عجبكم هذا الفيديو ما تنساوش ديروا لايك وتشتركوا في القناة وتبارطاجيوها مع احبابكم وصحابكم باش تعم الفائدة. والى اللقاء في فيديو قادم بحول الله.